المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية، وفيما يلي نشرة أخبار المساء والمستهل بأبرز العناوين. تطور التعليم في مدرسة أسمر الفنية. حاكم الإقليم الجنوبي يتفقد المشاريع التنموية في مديرية النحيل. حملات توعية لمكافحة الإصابة بمرض الملاريا. مقتل 11 جنديا في هجوم لداعش على قاعدة عسكرية في نيجيريا. إيران تتوعد وتكشف عن صاروخ باليستي نوعي جديد. وشركات طيران عالمية تتجنب الأجواء الباكستانية مع تصاعد التوتر. قال مدير مدرسة أسمر الفنية الأستاذ سمر وردي إن الاستثمار الكبير الذي تقوم به الحكومة في استبدال الأجهزة القديمة في مدرسة أسمر الفنية يحدث فرقا كبيرا في أداء الطلاب. وذكر استبدال الأجهزة القديمة والمعطلة بأخرى حديثة ومتطورة في أقسام التعليم التطبيقي. وأوضح بأن المواد التعليمية المقدمة في المدرسة تشمل البناء وصيانة السيارات والإلكترونيات والكهرباء، بالإضافة إلى النجارة والحدادة والخراطة، وأن الطلاب يقومون بأعمال تعكس المهارات المهنية المكتسبة قبل إكمال دراستهم التي تستمر لعامين. من جانبهم قال المعلمون إن أجهزة التدريس السابقة كانت خارج الخدمة بسبب قدمها، وأنها كانت تؤثر سلبا على سير التعليم، مؤكدين على أن الأجهزة والمعدات الحديثة لها تأثير كبير على الكفاءة. هذا وتأسست مدرسة أسمر الفنية في عام 1954، وتخرج منها حتى الآن 10,500 طالب وطالبة حاصلين على الدبلوم والشهادات المهنية المختلفة. حقق مشروع إدارة ضاحية عد عقوة لمعالجة المياه الذي يتم تنفيذه في مديرية أم نحيلي منذ عام 2021 حقق نتائج جديرة بالثناء في الحفاظ على المياه والتربة وإثراء موارد الأشجار والحياة البرية. وشرح منسق المشروع السيد ميكائيل جبر يوهنس في 2 مايو خلال زيارة تفقدية لحاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تسفازيون إنه تم زراعة أكثر من 45 ألف شتلة أشجار، معظمها من الأشجار المحلية في المنطقة، مشيدا بدور ومساهمة السكان والخبراء الزراعيين. وأضاف أن هذا العمل يعد بمثابة مرجع لبرامج مماثلة للحفاظ على المياه والتربة في منطقتي مايمنه ودكمحره. وبعد أن اطلع على تقدم المشروع، ناقش السيد هبتاب الخطط والتحديات المستقبلية مع الخبراء وممثلي الشعب. وقال الممثلون إن المشروع غير الصورة العامة للمنطقة وخلق فرص العمل، مشيرين إلى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي تمكنوا من التمتع بها بفضل هذا المشروع. تلقى 162 شابا بينهم 42 شابة دورة تدريبية في مركز التدريب المهني للعمال في مصوع، شمل التدريب مجالات الإلكترونيات والكهرباء والنجارة والحدادة والشبكات الحاسوبية وأنظمة التبريد والتدفئة وتكنولوجيا الكمبيوتر. وأوضح نائب مدير المركز المهندس أخليل أسمرون في مراسم التخريج التي جرت في الأول من مايو أن المشاركين في الدورة التدريبية التاسعة جاءوا من جميع الأقاليم، وشكر الشركاء على دعمهم خلال التدريب. وقال مسؤول التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفاي سيوم إن التدريب المهني يعد حافزا للتنمية المستدامة والموثوقة. من جانبه شكر المعلمين على اهتمامهم، وقال إنهم تبادلوا الخبرات والتعارف بالإضافة إلى التدريب المهني الذي حصلوا عليه. وذكرت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة إن جهود الكونفدرالية الوطنية للعمال للارتقاء بقدرات العمال لها دور كبير في التطور الاقتصادي والنماء في دعم الإدارة. وتم في الختام توزيع الشهادات على الخريجين وتوزيع الجوائز على المتفوقين. وخرج مركز التدريب المهني في مصوع 1467 شابا، منهم 480 فتاة في 9 دورات متتالية حتى الآن. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية لمنتسبي مركز تدريب الخدمة الوطنية في ساوة في الفترة من 27 من إبريل وحتى 3 من مايو
حول إعداد الأسمدة والمبيدات الطبيعية في إطار برنامج إنتاج الأسمدة الطبيعية من النفايات المنزلية الذي بدأته عام 2023. وذكر السيد درماس سلطان أحد المدربين أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تحويل نفايات المطبخ إلى سماد واستخدامها في الأنشطة الزراعية الجارية في المركز. وأوضح بأن التدريب ركز عامة على تخصيب التربة وشمل مكافحة الآفات وإعداد الأسمدة والمبيدات الطبيعية بشكلها الجاف والسائل، وتطبيب الحيوانات بالوسائل الطبيعية بشرح تأثير وأضرار المبيدات الكيميائية. وأشار مسؤول اللجنة المشرفة على العملية في ساوة المقدم عند برهان تدروس إلى أهمية الدورة التدريبية، وقال إنه يتوجب التوسع في استخدام المواد الخام المتواجدة في المحيط لتنمية خصوبة التربة وزيادة الإنتاج. ودعا قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قديه المتدربين على مشاركة معرفتهم مع الآخرين والعمل بجدة لرفع الإنتاج الزراعي. وذكر المتدربون بضرورة إجراء تدريبات مماثلة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وضرورة فرض رقابة صارمة على الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية وتوفير الأسمدة الطبيعية بأسعار مخفضة للمزارعين. نظمت حملة توعية في الثاني من مايو لمكافحة تزايد الإصابة بمرض الملاريا التي ظهرت في الآونة الأخيرة. واستهدفت الحملة وكلاء الصحة بالقرى والمواطنين والإداريين في 21 ضاحية، بالإضافة إلى طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. وحث مسؤول الخدمات الصحية السيد ولد أبقرز قهير المجتمع لاتباع سبل الوقاية ومكافحة الملاريا بجدية، مشيرا إلى أن التهاون والتحرك من مكان إلى آخر بدون الحذر من إصابات الملاريا وتقلبات الأحوال الجوية هي من أهم أسباب تزايد الإصابة بالملاريا. وأضاف أن المراكز الصحية سجلت 151 حالة إصابة في عام 2023، كما تزايد هذا العدد في عام 2024، موصيا المواطنين بالمحافظة على نظافة البيئة واستعمال الناموسيات بطريقة صحيحة. وذكر مسؤول الصحة العام الشاب كوخوب تسفاي أن مرض الملاريا يمكن القضاء عليه باتباع طرق الوقاية الصحيحة، مضيفا أنه في حالة الإصابة يجب التوجه إلى ممثلي الصحة في القرية الأقرب لتلقي العناية الطبية اللازمة. وأشار مدير مديرية الدقيح السيد هبتاي تسفازقي لأن حملة التطعيم التي تنفذها وزارة الصحة والمعدات الطبية المتوفرة في كافة المديريات تلعب دورا مهما في ضمان صحة المجتمع، وحث المواطنين على اتباع النصائح المقدمة من قبل المختصين، حيث إن الوقاية من الأمراض ليست مهمة تقع على عاتق وزارة الصحة وحدها. ويوجد 70 ممثلا صحيا قرويا و4 كوادر طبية متجولة في مديرية الدقيح. سادتي، بعد الفاصل أعود بالأخبار الخارجية. قتل 11 جنديا نيجيريا على الأقل في هجوم شنه إرهابيون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي على قاعدة عسكرية في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا. وقال مصدر عسكري نيجيري أن إرهابي تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا هاجموا قاعدة في بلدة بوني جاري، مما أسفر عن مقتل 11 جنديا وإضرام النار في القاعدة بعد تبادل عنيف لإطلاق النار. وأضاف إن الإرهابيين الذين كانوا على متن عدة شاحنات ومسلحين برشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ هاجموا القاعدة وأضرموا النار فيها بعد أن قتلوا 11 جنديا. يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا وجماعة بوكو حرام صعدا في الآونة الأخيرة الهجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية شمال شرق نيجيريا، مما تسبب في مصرع أكثر من 100 مدني خلال شهر إبريل الماضي. هددت إيران برد قاس إذا تعرضت لهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، معلنة في الوقت نفسه عن كشف صاروخ باليستي جديد قالت إنه يمثل نقلة نوعية في ترسانتها العسكرية. وقال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: إذا بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب فإن طهران ستستهدف مصالحهما وقواعدهما وقواتهما أينما كانت، وفي الوقت الذي نراه ضروريا على حد تعبيره. وكشف التلفزيون الإيراني عن صاروخ باليستي جديد باسم قاسم بصير بمدى يتجاوز 1200 كيلومتر،
وصفه وزير الدفاع بأنه نتاج الخبرات المكتسبة خلال عمليتي الوعد الصادق الكبيرتين. يذكر أن إيران تمتلك واحدة من أكبر الترسانات الصاروخية في الشرق الأوسط، وكانت قد كشفت في مارس الماضي عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية في أعماق الأرض تضم آلاف الصواريخ الدقيقة. تجنبت شركات طيران دولية من بينها إير فرانس ولوفتانزا الألمانية التحليق في الأجواء الباكستانية وفقا لبيانات حركة الملاحة الجوية وتصريحات من ممثلي هذه الشركات. جاء هذا القرار في ظل استمرار التوتر بين الهند وباكستان بعد الهجوم العنيف الذي حدث الشهر الماضي في كشمير. وكانت الهند قد اتخذت إجراءات صارمة منها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، في حين ردت إسلام آباد بمنع عبور الطائرات الهندية وتعليق التبادل التجاري وإيقاف إصدار تأشيرات خاصة للمواطنين الهنود، لكنها أبقت مجالها الجوي مفتوحا أمام شركات الطيران الدولية. وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد مع الهند، مشددا على أن إسلام آباد تتصرف وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وأفاد إعلام هندي بأن حكومة نيودلهي أوقفت تدفق المياه من سد باغليهار على نهر تشيناب إلى باكستان. أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 8 أشخاص بينهم 7 مواطنين إيرانيين في تحقيقين منفصلين لمكافحة الإرهاب. ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر الاعتقالات التي أتت في ظل مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية بأنها جرت ضمن عمليتين كبيرتين. وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين 5 أشخاص 4 منهم إيرانيون على خلفية الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد لم تسميه. وذكر تقرير للصحيفة ديلي تيلغراف أن السلطات البريطانية كانت تشعر بأنها تتعامل مع هجوم وشيك خلال تنفيذ الاعتقالات. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تطور العملية التعليمية في مدرسة أسمر الفنية. حاكم الإقليم الجنوبي يتفقد المشاريع التنموية في مديرية المحل. حملات توعية لمكافحة الإصابة بمرض الملاريا. مقتل 11 جنديا في هجوم لداعش على قاعدة عسكرية في نيجيريا. إيران تتوعد وتكشف عن صاروخ باليستي نوعي جديد. شركات طيران عالمية تتجنب الأجواء الباكستانية مع تصاعد التوتر. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.